بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. هاتي حلة يا شاطرة انت وهي، حطي فيها شوية زيت ومكعب زبدة كده. لو ما عندك الزبدة حطي سمنة، حطي سمنة بلدي، حطي اي سمنة عندك. انزلي بقى بنص كيلو شعرية كده او كيلو او ربع كيلو حسب عدد افراد اسرتك. انا هيكفيني نص كيلو، شوفي اللي هيكفيكي واعمليه يا حبيبتي. هنعمل تحلية حلوة قوي 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 في الشتاء وفي البرد ده. هنعمل بقى ايه؟ شوية شعرية حلوين كده، هنحمرهم زي ما انت شايفة كده. هنزل عليهم بقى بكوباية مية اهو زي ما انت شايفة كده، شكلها اللون الذهبي الحلو ده. ما تحاوليش ان انت تغمقيها قوي عشان تبقى ايه، فاتحة معاكي كده وحلو. تمام تمام يا ام محمد. هننزل بقى بالمية السخنة لحد ما تعدي الشعرية كده بعقلتين، عقلتين صباعك كده. تمام اهو زي ما انت شايفة كده بالظبط. انزلي بقى بمعلقتين 3 سكر او التحلية اللي انت تحبيها. انا حطيت 3 معالق سكر على النص كيلو شعرية، 3 معالق سكر. انت بقى تزودي تقللي براحتك، انت الحياء ده بتاعك انت. تمام يا حبيبتي. تمام يا ام محمد. هتعملي ايه يا ام محمد؟ هنعمل احلى تحلية في الشتاء كده واحنا قاعدين وملمومين كده بقى مع بعضينا، والولاد الصغيرين والكبار كلنا بنحب الحاجات الحلوة دي، وخصوصا في البرد ده. تمام تمام يا ام محمد. ده نسيب بقى الشعرية اغطيها واسيبها تستوي براحتها. معايا بقى نص كوباية لبن اهي. هحط معلقة كريم شانتيه، معلقة كريم شانتيه، معلقة ونص اهو. دي حطيت معلقة وادي النص، وهنقلبهم بقى كويس جدا مع بعضيهم. احنا مش هنعمل كريم شانتيه، انا هقلبهم علشان احطهم على الشعرية. تمام تمام يا ام محمد. يعني مش محتاجة مضرب ولا محتاجة اي حاجة، انت هتقلبيهم هتدوبيهم زيها زي النشا كده. تمام تمام كده. هنا الشعرية بتاعتي بقى استوت وبقت زي الفل اهي ما شاء الله. والنص كيلو بقى كيلو، بتزيد قوي الشعرية دي. هشوف بقى، هقلبها كده واشوفها استوت ولا لسه، ولو ما استوتش بتزوديها ميه. تمام تمام. انا عندي كده الشعريه بتاعتي استوت وزي الفل. هنزل عليها بقى برتل لبن كويس كده. انا ما حطيتش الرتل لبن كله، هخلي شويه بره علشان لو حد يحتاج يزود لبن بنزود له لبن. الله الله الله. هتقلب معايا بقى، هنقلبها كده بقى ونظبط السكر بتاعها. وزي ما قلت لك الحياء ده بتاعك انت، عايزاها مسكره عايزاها دلع براحتك. هنزل بقى بنص كوبايه اللبن ومعلقه ونص الكريم شانتيه، وهقلب بقى الكلام الحلو ده. الله 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 الله. جميله جدا. هحط كيس فانيليا بقى، بس للاسف التصوير قطع معايا ما جاتش الكيس الفانيليا. حط كيس فانيليا او معلقه ميه ورد كده، هتخليها طعمها جميل جدا. هنظبط بقى زي ما قلت لك، نظبط السكر بتاعها ونغرفها بقى ونتدفى كده احنا والولاد. وطبعا بقى انا بصور بايد، ماسكه التليفون بايد وماسكه وبغرف بايد، فاعذروني بقى. الله الله الله. ايه الجمال ده بقى؟ بصي بقى، ولا تقولي لي بقى زبيب ولا جوز الهند ولا مكسرات ولا اي حاجه. مفيش حاجات بقى، خلصت خلاص. اللي كانت فايده من رمضان استخدمناها خلاص. كل سنه وانتم طيبين، رمضان قرب. فانا عملتها كده من غير اي حاجة. على فكرة معلقة الكريم شانتيه مخليها في حتة تانية خالص، مديها طعم كريمي كده وطعمها تحفة بصراحة. يعني جربيها بالطريقة دي وقولي لي ايه رأيك. متنسيش بقى في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شجعوني، محتاجة دعمكم والله يا جماعة ولايكاتكم. واستودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.